أوكرانيا نازلين بالأعلام عادي أهو، وإحنا لو حد من عندنا مسك علم فلسطين وراح بيه الملعب بيتسجن. يا عالم منافقين، إزاي بتقولوا ما تدخلوش السياسة في الرياضة؟ إزاي نسكت والناس في فلسطين بيتقتلوا ومش قادرين حتى ياكلوا؟ مفيش فرصة أو مناسبة بتيجي قدام أبو تريكة غير لما يتكلم عن إخواتنا ويدافع عن قضيتهم، علشان يعرفنا إننا كلنا مقصرين معاهم. علق النجم محمد أبو تريكة قبل مباراة أوكرانيا وبلجيكا بتصريحات غاضبة عبرت عن مشاعره تجاه بعض الأنظمة وعدم تعاملهم بصورة عادلة عن ما يحدث للفلسطينيين وتضارب المواقف، واللي سماهم بالمنافقين. وقال: أتمنى أن أوكرانيا تغادر. أوكرانيا بتفكرني بخيبتنا كعرب، لأننا سيبنا ناس بقالهم 263 يوم بيبادوا ويقتلوا، وفيهم ناس بتاكل ورق الشجر من الجوع، ويجي يقولك مفيش سياسة في الرياضة. أمال دول بيعملوا ايه؟ اللي بيحصل ده بيفكرني بنفاق المجتمع الدولي، وخصوصا المجتمع الرياضي، الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية.